السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قضية مغربية. كنتمنى على أنكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو قضيتنا اليوم بغيت نفكركم اللي كيشوف الفيديوهات ديالي كيعجبو المحتوى اللي كندير لكن كينسى على أنه يشترك. كنتمنى أنكم تشتركوا باش العائلة ديالنا تزيد تكبر. طبعا هادشي هذا إذا شفتوني كنستاهل، وكيف ما لاحظتوا ان هاد الايام هادي وليت كننزل باستمرار وما بقيتش كنغبر كيف من الاول، وهادشي لاحظتوا في التعاليق ديالكم كتقولوا لي على انني راني وليت كنحط ديما وبلي راني مونساكم. شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم. وفي نفس الوقت غادي نقول لكم كنتمنى على ان اي واحد يشوف الفيديو يلايكيه يخلي تعليق، حيت هادشي هذا كيخلي ان الفيديو يطلع لاكبر عدد الناس ممكن. فالمهم بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر من هكا، خليونا نبداو قضيتنا على بركة الله. قضيتنا اليوم غادي تسافر بينا للنواحي ديال اكادير. تما كاينه واحد العائله متكونه من 5 ديال الاشخاص، الاب والام وعندهم 3 ديال الوليدات، ولد وجوج بنات. البنت الكبيره كان الاسم ديالها سعاد، واللي من بعد منها هاجر، والولد الصغير الاسم ديالو احمد. رب الاسره كان خدام فلاح في هذيك المنطقه، وما كانش خدام في الاراضي ديالو لكن في اراضي ديال ناس اخرين، وكان عنده بعض الاغنام كان كيحاول انه يعاون بهم ويتقاتل بهم مع الزمان. هاد الاسره كانوا الحمد لله ما خاصهم حتى شي حاجه، ورب الاسره كيتقاتل على ولد وليداته. في 2012 سعاد غادي تقدم للخطبه ديالها واحد الشاب اللي كان من العائله ديالهم. هاد الشاب هذا ما كانش ميسور الحال، لكن كان على قدو، خدام زلايجي وساكن في مدينه الدار البيضاء. تقدم ليها العائله ديالها، طبعا ما رفضوش، وافقوا عليه، وتزوجت هنا سعاد اللي هي البنت الكبيره بواحد من العائله ديالها، ومشات عاش معاه تما في مدينه الدار البيضاء. غادي تدوز واحد المده اللي هي غير قصيره، وبالضبط في سنه 2013 البنت الصغيره اللي الاسم ديالها هاجر حتى هي غادي تقدم للخطبه ديالها واحد الشاب اللي كيسكن تما غير في ديك المنطقه اللي هما عايشين فيها. لكن هاجر كانت باقا ما وصلتش للسن القانوني، يلا عندها 17 سنه، فهادشي اللي غيخليهم على انهم غيمشيو يخطبوها وغيتسناو حتى دير لاكارت ديالها باش يقدروا انهم يتزوجوا. فعلا غادي يبقاو غاديين على هاد الحال هذا. هاجر غادي تبقى تتلاقى مع الخطيب ديالها، وغادي يبقى تمشي لعندو للدار، هو يجي لعندهم للدار. بالنسبه ليهم راه ولات مراته، واخا يلاه كيخاطبها. العائله بجوج ما كانش عندهم المشكل، يعني هاد اللقاء اللي كان كتير ما بيناتهم كان بالنسبه لهم عادي. غتبقى غاديه الايام حتى لواحد النهار الخطيب ديال هاجر غادي يهضر معاها ويقول لها يلاه معايا لواحد الدار ديال الاخ ديالي اللي باقي ما كملهاش، نجلسوا انا وياك تما براحتنا. فعلا غادي تمشي معاه وبالاراده ديالها، وغادي يدخلوا لديك الدار وغيبقاو جالسين كيتحدثوا. في هاد الاثناء الخطيب ديالها ما غاديش يتمالك راسو وغادي يتعدى عليها. طبعا هنايا هاجر ما عجبهاش الحال، هادشي اللي غيخليها على انها غادي تمشي كتجري عند والديها، وغتبقى تبكي وتقول لهم على ان فلان راه تعدى عليا، راه داني للدار ديال خوه على اساس غير غنجلسوا شويه ومن موراها راه غادي نرجعوا. هادشي اللي قال ليا، وفي الاخر راه تعدى عليا. الاب ديال هاجر غادي يشد بنته من يديه ويديها نيشان لعند جدارميه باش انه يديكلاري على ان هاد السيد هذا تعدى له على بنته. يقول لهم على ان واحد الولد اللي خاطب البنت ديالي نفس المنطقه اللي حنا عايشين فيها راه تعدى عليها وتكرفس عليها وبلا الاراده ديالها. وهاد الاقوال هذه غادي تزيد تاكدهم هاجر، وغتقول لهم باللي راه شنو دار لي وها شنو دار لي. قال على انه غادي يمشي نجلس انا وياه واحد شويه ومن موراها غير رجعنا للدار، لكن هو تعدى عليا بلا الاراده ديالي. فجدارميه غيمشيو يجيبوا الخطيب ديالها وغادي يسولوه واش فعلا درتي هاد الشيء هذا لهاجر، فغادي يعترف ويقول لهم درتها ليها، ولكن انا راه هذه كنعتبرها مراتي وباغي نتزوج بيها وما عمرني غادي نتخلى عليها. لكن غادي يقولوا لي على انك تعديتي عليها بلا ارادتها. غيقول بلي ما كانش هاد الهضره، راه بالاراده ديالها مشات معايا وبالاراده ديالها كان كل شيء. لكن هاجر غتبقى مصرة على انها ما كانتش باغا وهو تعدى عليها،
واللي غيزيد ياكد الهضره ديال هاجر هو الطبيب. غادي يقول باللي فعلا هاد البنت هذه تعرضت للاعتداء وباللي البكره ديالها مشات. فهنا تبتت التهمه على الخطيب ديالها وهي ما بغاتش تنازل، فتحكم عليه ب5 سنين ديال الحبس بتهمه ديال الاعتداء على قاصر. من بعد هاد الشيء هذا هاجر غترجع للدار وغادي تولي تقول مالين دارها على انها ما بقاتش بغات تبقى تما. الناس ولاو كينعسوا عليها، تنعت ليه هو خايب وكل شيء ولا كيهضر فيها. ما بغاتش تبقى هنا، تمشي تعيش مع اختها في كازا وتما غادي تعاود تبدا حياه جديده. والديها ما غاديش يعترضوا ويقولوا لربما لعله خير، خليها تخوي من هنايا وتمشي تبدل الجو. غادي تتصل على اختها وغتقول لها على انني راه جايه عندك. فعلا هاجر غتمشي لعند اختها وغتبقى جالسه معها واحد المده اللي هي طويله، وبمجرد ما غادي دير لا كارت ناسيونال ديالها غادي تقول لها على انني بغيت نقلب على خدمه ونشوف حتى انا شي حاجه ندبر فيها. فعلا هاجر غتبقى تقلب على خدمه تما في كازا وتحاول تقلب هنا ولهيه حتى اخيرا غادي تلقى واحد الخدمه في واحد القهوه اللي غادي تكون سربايه. غادي تدوز الايام وهي خدامه في هذيك القهوه حتى غادي تتعرف تما على واحد الشاب اللي كان الاسم ديالو صلاح. الخدمه ديالو هي ان عنده واحد الكروسه كيعمرها بالفواكه بالخضره كل مره ورزقه، كيبيع وكيشري في داك الشيء. ساكن غير بوحديتو، الاصل ديالو ما معروفش. المهم هاد صلاح هذا غادي يكون في علاقه معاها وفي علاقه غير شرعيه، وغادي تطور العلاقه بيناتهم حتى غتلقى راسها هاجر على انها حامله. مجرد ما غادي تساق الخبار غادي تمشي كتجاري عند صلاح وتقول لي على انني حامله. مجرد ما صلاح غادي يسمع هاد الهضره غادي يرقدها واحد شويه وغتمشي بحالاتها. غد لي ملي غادي تمشي لعندو غتلقى السيد على انه خوا الدنيا. هذيك البلاصه اللي كان فيها ما بقاش، سولت الكاري قال على انه مشى بحالاتو، يعني دار الفعله ديالو وهرب وخلاها غير بوحديتها مع هذيك الكرش. هي هنا ولات كتفكر كيفاش غادي دير باش انها تهنى من هذا الشيء. خاصها تلقى شي واحد اللي تلصق فيه هذا الشيء اللي في كرشها. وفعلا غادي تمشي لعند اختها وتعاود لها كل شيء وتقول لها بلي ضروري خاصني نتهنى من هذا المشكل. هنايا ولات كتهضر مع الدراري كاملين، واللي هضر معاها او اللي ما هضرش معاها كتهضر معاه، ولات نمرتها عند كل واحد غير باش انها تلصق شي واحد في هذا الموتيف. وطبعا هذا الشيء هذا كامل كان طرا في سنه 2017. ديك الوقيته كانت عندها 21 سنه. فمن مورا هنايا ما بقات جالسه كتقلب في من تلصق هذا الشيء هذا. غادي تكون تعرفات على واحد الشاب اللي كان الاسم ديالو حسام، وهذا حسام كان خدام في واحد الشركه. المهم كان عايش مع والديه في الدار ديالهم، لكن والديه ما كانوش اصلا تما في ديك الدار، كانوا في مدينه قنيطره كاريين، بحكم ان الاب ديالو كان عنده شي خدمه فمشى هو وخوته، وبقى حسام غير بوحديته في الدار ديالهم وساكن فيها كيخدم وكيرجع للدار. فغتولي علاقه ما بين حسام وهاجر، وهاد العلاقه غتبقى غادا وكتطور حتى غتولي حتى هي علاقه غير شرعيه. كان كيديها معاه للدار وكيديروا ما بغاو. غتبقى غاديه الايام على هاد المنوال حتى لواحد الوقيته هاجر غتمشي لعنده وغتقول له على انني راني حامله منك. فهو هنا غادي يبغي يتهرب ويقول لها بلي ما يمكنش، كيفاش هاد الشيء هذا غيكون طرا؟ قالت ليه ماشي شغلي، انا قلت لك على انني حامله منك، دبر محاينك وشوف شنو دير. المهم هو هنايا قال لها على اننا خاصنا نصلحوا هاد الغلط وخاصنا نتزوجوا، وباللي هاد الشيء اللي بيناتنا خاصو يتستر. سير ايام وجي ايام. نهار السبت بالضبط مع 10 ديال الليل وبالضبط في الطريق ديال بوسكوره، واحد الناس اللي كانوا دايزين من تما حتى غتبان لهم واحد البنت اللي مرميه على الوجه ديالها وباين على انها باقا شابه. هما مجرد ما شافوها غادي يوقفوا الطوموبيل ويقولوا ممكن ان هاد البنت هذه سخفانه او محتاجه مساعده. من بعد ما غادي يهبطوا غادي يلقاوها على انها جثه هامده. غيرجعوا اللور وغادي يتصلوا على البوليس. البوليس غادي يجيو على الفور باش انهم يشوفوا شنو كاين. بمجرد ما غادي يوصلوا غيعرفوا على انهم قدام جريمه قتل، حيت السيده كانت مطعونه كلها في الصدر ديالها وفي كرشها، وهذا اللي دار فيها هكا ما خلى فيها حتى قن صحيح. المهم غادي يحاولوا على انهم ياخذوا اي معلومات تقدر تفيدهم تما، واي حاجه تقدر تفيدهم في البحث ديالهم، يعني شي حاجه نساها المجرم في هذيك البلاصه، لكن للاسف ما غيقدروا يوصلوا لحتى شي حاجه. غادي يسولوا دوك الناس اللي عيطوا عليهم كيفاش درتوا حتى اكتشفتوا هذا الشيء،
غيقولوا على انهم كانوا غاديين عادي مع اللي هما بيهم، حتى كتبان لهم واحد البنت اللي مرميه في الجنب ديال الطريق. ما عطاهمش الضمير ديالهم على انهم يمشيو، مع ان بزاف تاع الطوموبيلات دازوا من تما وحتى شي واحد ما حبس. قلنا نحبسوا ونشوفوا شنو كاين، لربما هاد البنت محتاجه مساعده. مجرد ما هبطنا كنقيسوها كنلقاوها على انها ميته وغارقه في دماياتها. طبعا حنا خفنا، وباش نحيدوا التهم علينا وما نصدقوش حنايا متورطين، عيطنا عليكم باش تجيو تشوفوا شنو كاين. البوليس غيسولوهم واش شفتوا شي حد رماها، شفتوا شي حاجه ماشي هي هذيك. غيقولوا بلي ما شافوا حتى شي حاجه من غير ان البنت مرميه. من بعد ما غيكونوا خداو الاقوال ديالهم، غادي يحاولوا على انهم ياخذوا صور لهاد البنت وغادي يديوها لمستودع الاموات باش يتم التشريح ديالها، ويحاولوا يعرفوا كيفاش هاد البنت توفات وواش كاين عندها شي حاجه ولا لا. بالخصوص على انهم من بعد ما بقاو جالسين تيقلبوا فيها ما لقاو لا هويه ولا حتى حاجه معاها. فمن بعد واحد المده اخيرا غادي يخرجوا البصمات ديالها اللي كيبينوا شكون هي هاد البنت. وهاد البنت هذه طبعا كيف ما غتكونوا عارفين كاملين كانت هي هاجر. البوليس من بعد ما عرفوا الهويه ديالها غادي يتواصلوا مع عائلتها وغيقولوا لهم على اننا لقينا البنت ديالكم مقتوله. طبعا اول ناس غادي يكونوا جاو اللي هما الاهل ديالها، بحكم ان البطاقه الوطنيه ديالها كانت مسجلها تما في مدينه اكادير. فمن بعد ما غادي يجي وغادي يخبروهم بهذا الشيء هذا، غيشوفوا بنتهم وغيقولوا لهم واش ممكن انكم تفيدونا، البنت ديالكم واش كانت مزوجه ما مزوجاش مطلقه، ممكن تفيدونا بشي حاجه. الاهل غيقولوا بلي كانت مخطوبه واحد الفتره، لكن راه تقريبا هذه اكثر من 4 سنين ما بقاتش مع هذاك السيد بحكم انه كان تعدى عليها، وجات عاش مع الاخت ديالها في مدينه الدار البيضاء. فالبوليس غيصدموهم هنا وغيقولوا لهم على ان البنت ديالكم كانت حامله. هادشي هذا اللي كان بحال الصاعقه عند والديها. فقالوا لهم شكون هي هاد اختها اللي كانت جالسه معاها هنا في مدينه الدار البيضاء. فغيقولوا على انها كانت عايشه مع الاخت ديالها سعاد اللي كبر منها هي والزوج ديالها. فعلا دابا البوليس غيمشيو يجيبوا اختها مع راجلها وغيبداو معاهم التحقيقات. غادي يقولوا لهم كيفاش الاخت ديالك خرجات وانتي ما ديكلاريتيش وما قلتيش على انها ما باتش هذيك الليله في الدار. فغادي تقول على انها مولفه اصلا ما كتباتش في الدار، وباللي اصلا ملي كتصاحب مع شي واحد راه كتمشي عنده عادي وكتبقى معاه. فهنا غادي يقولوا ليها عاودي لينا شنو كاين بالتفاصيل. غادي تقول لهم على ان الاخت ديالها من بعد ما جات من مدينه اكادير غادي تسكن معاها، من موراها مشات خدمات كيف ما قلت لكم وتعرفت على هذاك صلاح اللي في الاخر حملها. وقالت على انها ملي كانت مع داك صلاح كانت عايشه معاه بحال مراته وكانوا في دار وحده، وفي ديك اللحظه ما كانتش كتجي لعندها، يعني كانت مستقره معاه. فقالوا لها وكان عندك انت هذا الشيء عادي، واش كان في خبر والديك؟ قالت على ان ما في خبرش والديها، لكن هي كانت باغا تعيش ديك الحياه وما يمكنش على انها تضغط عليها، خلاتها براحتها وبقات عايشه مع هذاك صلاح حتى حملات منه. وينفو عرفها على انها حامله مشى بحالته خوا الدار وخلاها بوحديتها. من موراها رجعت تسكن معايا ولات باغا تستر ديك الفضيحه اللي هي عندها. هادشي اللي خلاها لانها تعرف على واحد شاب تاني اللي كان الاسم ديالو حسام، راه كيسكن هنايا غير حدانا. فغيقول لها واش كانت ساكنه معاه، هتقول على ان لا راه كانت ساكنه معاهم، لكن كتمشي تتردد عليه باستمرار. وبلي اخر مره خرجت فيها تقريبا هاد يومين قالت لي على انها غادي تمشي تتلاقى معاه وغادي يهضروا واحد شويه ومن وراها راه غادي ترجع. لكن هي ما رجعتش وقلت ربما بقات معاه، حيت مولفه اصلا بعد مرات كتبات معاه باليومين و3 ايام. فمن بعد ما سمعوا البوليس هنا عرفوا على ان كاينين بزاف تاع الاطراف كاينين في هذه القضيه، وبزاف تاع الناس اللي ممكن على انهم يديروا لها هذه الحاله هذه. فاول واحد غيمشيو لعنده اللي هو اخر واحد تلاقات معاه طبعا هو حسام. غادي يمشيو لعنده غادي يبداو معاه هنا الاستجواب، يمشيو يجيبوا حسام وغادي يبداو معاه الاستجواب. واش كتعرف واحد البنت اللي الاسم ديالها هاجر؟ يقول لهم ياها سيدي كنعرفها. واش عارف على انها راه طلقات مقتوله؟ سيدي راني عارف، راه قالوها لي شي صحابي. شنو العلاقه اللي بينك وبينها؟ ما بيناتنا حتى شي علاقه، ما كنعرفهاش من غير انها راه كتسكن حدانا. واش متاكد من هاد الهضره؟ سيدي متاكد، ولكن سيدي الهضره اللي عندنا حنا كتقول على انك كنتي معاها في علاقه، وهذا الشيء اللي قالت الاخت ديالها. شنو كتقول في هذا الشيء؟ لا سيدي ما كايناش هاد الهضره هادي،
وما كانت بيناتنا حتى شي علاقه. فهنا من بعد هذا الانكار اللي نكرو حسام، البوليس غيعرفوا على ان حسام فكرشو العجينه، وباللي كينكر يعني مخبي شي حاجه، فغيخليوه في الجنب وغادي يمشيو يحاولوا على انهم يقلبوا على اي دليل يقدر يدينو. فمن بعد ما غادي يكونوا خداو ايد من عند النيابه العامه باش يدخلوا للدار ديالو يفتشوها، غيدخلوا باش انهم يشوفوا واش هذيك هي مسرح الجريمه. فعلا غادي يدخلوا للدار ديال حسام وغادي يبقاو جالسين تيقلبوا فيها قنت بقنت وشبر بشبر، وفعلا غادي يلقاو بعض الاثار ديال الدم اللي كان في الارض ومع الدخله ديال الباب، وكان ما بين زليجه واختها، وبعض اثار اللي حتى هو كان في الحيط. فغياخدوا دوك العينات ويطبقوهم مع العينات ديال هاجر وغيطلع من طابق. فدابا على الاقل عندهم واحد الدليل ملموس اللي كيثبت على ان هذيك هي مسرح الجريمه، والسيد تما صفاها لهاد السيده، فخاصو غير يعترف علاش وكيفاش. فمن بعد ما واجهوه بهاد الادله كاملين، حسام غينهار وغيعترف ويقول لهم باللي فعلا هو اللي صفاها ليها، لكن كانت كتستاهل حيت كانت كتبتزو وكتقول لي على انها غادي تفضحوه قدام العادي والبادي. ايوا دابا غادي يقولوا له قول لنا بالتفاصيل اشنو كان طرا. في الاعترافات ديال حسام غادي يقول لهم على انه فعلا كان في علاقه معاها وكان ديما كتجي لعندو للدار، ولكن واحد النهار حتى غتجي غتقول لي على انها راه حامله، فهو حاول على ان هاد الدنيا هادي تصلح، ولا كيقول لي على ان هادشي هذا خاصو يطيح. ندير ليك وما يمكنش على انني نتحمل المسؤوليه من دابا، راني مازال ما قادش، لكن هي كانت مصره على انه خصو يتحمل المسؤوليه ديال هذاك الشيء اللي فكرشها، وقال على ان من مورا هذا الشيء هذا حتى غيتصل عليه الاب ديالو ويقول له بلي راه واحد البنت الاسم ديالها هاجر اتصلت عليا وقالت لي بلي راني حامله من ولدك، اذا ما استرش هذا الشيء اللي فكرشي فراني غنفضحو. فانا هنايا هضرت مع الاب ديالي وقلت ليه غير يكون هاني هذا الشيء هذا راه ما منوش. طمنت القلب ديالو، ومن ديك الساعات وليت كنفكر كيفاش غادي ندير باش انني ننتقم منها. فعلا قال لهم على ان هذاك النهار اللي غيدير فيه الجريمه اتصل عليها وقال لها اجي باش نتفاهموا على هذاك الشيء اللي فكرشك ونشوفوا كيفاش نديروا لقاو الحل. فعلا هي غادي تمشي لعندو للدار، وهناك غادي يبقاو جالسين تيهضروا بيناتهم، وغيتثبتها ديال بصح ويعطيها الامان. فهي غادي تاخذ راحتها وتقول اخيرا لقيت اللي لصق فيه هذا الشيء. فهو من بعد ما حس بها على انها تطمئنت ليه غادي يدخل الكوزينه على اساس غيجيب شي حاجه، غادي يدخل يجيب واحد الجنويه وغادي يبدا يسدد ليها طعنات اللي هما عشوائيه في الصدر ديالها في كرشها. المهم غادي يخرمها وغيتاكد على انه فعلا صافي صفاها ليها، عاد غادي يبرد. من مورا ما دار الفعل ديالو غادي يحاول على انه يقلب على طريقه اللي يتهنى الجثه تاعها. هادشي اللي غيخليه على انه يعيط على واحد الصديق ديالو اللي كان خدام معاه، غيقول ليه على انني محتاج الطوموبيل ديالك اذا كان ممكن تخليها ليا غدا في الصباح ان شاء الله نعطيها لك، راني محتاجها ضروري. فصاحبو ما غاديش يرفض، يقول ليه مرحبا والف مرحبا، انا غنخليها لك ودير بها اللي بغيتي، وغدا او الا ما قديتيش بعد غدا ورجعها. قال فعلا داكشي اللي دار. من بعد ما دار الجريمه ديالو مشى غسل عليه بدل حوايجو ومشى لعند الصديق تاعو، خدا من عنده السياره وحطها تحت الباب، بقى كيتسنى غير يطيح الظلام. ومن بعد ما فعلا الظلام طاح غادي يطلع وغادي يهبطها ويلوحها تما في الكوفر، يمشي وغيلوحها تمايا في الطريق ديال بوسكوره وغيرجع بحالاته. من موراها غادي ينطف الطوموبيل ونطف الدنيا. وبالنسبه للحوايج ديالها ومستلزماتها وهذاك الشيء اللي كان هو لابس ملي دار الجريمه غادي يشعل فيهم العافيه في قلب الدار، وموراها غادي يمشي يلوحهم في شي بركاسه. قال لهم هادشي هذا اللي درت وهادشي اللي كاين. وفي الاخر دار جريمه قدها قداش غير باش انه يتهنى من هذاك الشيء اللي فكرشها ومن هذيك السيده اللي كتهددو. وفي الاول وفي الاخر اصلا داك الشيء ماشي ديالو، يعني دار جريمه هكاك غير باطل. من بعد هاد الاعترافات التفصيليه غادي يتقدم للعداله بالتهمه ديال القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وغيتحكم عليه ب30 عام ديال الحبس. وبهكا هاد هاجر دخلت جوج ديال الناس للحبس غير هكاك. الاول تهمته على انه تعدى عليها ودخلته لمده ديال 5 سنين، والثاني لصقات فيه الدري ولات كتهددو وما بقاش كيشوف قدامه ونصفها ليها. لكن مهما كان هادشي هذا كامل ما كيبررش الجريمه، وماشي من حقه انه يصفيها ليها. كون كان باغي سلامه الوقت اصلا ما غاديش يمشي في داك الاتجاه وما كانش غادي يطيح في شي وحده بحال هاد السيده هذه، لكن كتبها ليه الله. ومن هادشي هذا كله اللي ضحيه هنا في هاد القضيه
هو هذاك الجنين اللي كان في الكرش ديالها اللي مازال ما شاف ما تشوف، وغادي يموت بهذيك الطريقه البشعه في البطن ديال الام تاعو. باش غنقولوا غير حسبي الله ونعم الوكيل. ايوا هنا حنا غنكونوا سالينا القضيه ديال اليوم. كنتمنى على انكم تكونوا خديتوا منها شي عبره، تكونوا استفدتوا منها شي حاجه، حيت كاع القضايا اللي كنعاودوا حنا هنا راه ماشي باش اننا نستمتعوا بهم ولا نقولوا واو شنو كان وشنو دار والاكشن. حنا كنعاودوهم غير باش اننا ناخذوا منهم عبر نستافدوا منهم في حياتنا. نحاولوا على اننا الاغلاط اللي داروهم غيرنا نتفاداوهم وما نديروهمش. شنقولوا الله يدير لي فيها الخير والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر من هكا، نقول لكم شكرا لكم بزاف حيت بقيتوا حتى لهنا. كيف ديما خليت لكم الراحه وكن نعاون ربي.